المعامله النفسيه اهم 100 مره، 100 مره من الكلام في فلوس. طب وزيزو اتعامل نفسيا في طريقه فتره من بالشباب؟ الفترات بعد عقد الشباب ما حدش اتعامل مع زيزو كويس ومع والده. كان لازم يبقى في قعده. اول مره حد يعرف المعلومه دي. اه. ايه اللي حصل؟ كان لازم يبقى في قعده بين زيزو والنادي بعد عرض الشباب ابو 8 مليون ولا 7 مليون ده. كان 6 مليون. انا ما اعرفش. كان تقسيط. ده اه. كان في بدايه المجلس، اول ما المجلس كان متواجد، وفي الاخر تم وحصلت تغييره. قعدتين. صح. وحصلت قعدتين. زيزو كان ليه فلوس، خدها او خد جزء منها في جزء. صح. كان اخر جزء في رمضان اللي فات. بغض النظر. ماشي. في الفتره دي انا حضرت قعدتين حلو. او قعده مع زيزو مع المجلس. ايه اللي حصل في عرض الشباب؟ يعني زيزو نفسه كان عايز ان مجلس الاداره بعد رفض عرض الشباب في الموسم الماضي ان لازم يقعدوا معاه ويجددوا له، ولا كان مش عايز ايه كده بالظبط مش بقى؟ كده الطبيعي جدا ان انت بعد ما بيترفض عرض زي عرض الشباب، وبرضه زيزو كان جاي له فيه رقم كبير جدا، كان لازم يبقى في قعده مع زيزو او مع والده. يعني انت كنت شايف ان بعد عرض الشباب السعودي ما تم رفضه من مجلس اداره نادي الزمالك كان لازم يقعدوا مع زيزو يجددوا له عقده؟ مش شرط يجدد له. امال اقعد ايه؟ معاه، اتكلم معاه. اه. لان خد بالك كان في برضه في الفتره دي ممكن كلام رايح جاي ان في موافقه موافق على ايه؟ على سفره. على سفره؟ اه. اللي هو يتباع يعني؟